نرجع لسي عماد الدريدي اللي قالوا الساعه فما زوج انواع نتاع ارشيف باش ما تلقاش مغالطه. فما الارشيف العادي للاداره اللي موجود ومحفوظ، وفما ارشيف خاص بالبوليس السياسي. الارشيف الخاص بالجهاز البوليس السياسي واللي طالبنا بحله، واللي توا ينشط بكامل معداته وبكامل تركيبته وبكامل اعوانه، ومازال يراقب ويتنصت ويدلي بتقارير. والله ما نعرفش حتى فين تمشي التقارير هذه، اما اللي المهم هو انهم قاعدين يخدموا في الخدمه هذه ويتابعوا فينا. واللي مثال بعد الندوه الصحفيه الساده هذوما منعونا من دخول الاداره ومنعونا مباشره العمل نتاعنا النقابي والتهديد، وعندنا حتى اسماء، وتوجهنا حتى للسيد رئيس الجمهوريه وبعثنا مراسلين في ذلك باش يقف التهديد هذايا. وفما تهديد وصل حتى بالقتل وحتى بمهاجمه ما لازم، وانا شخصيا فهمت وعندي اسماء في هذايا وقادر حتى نمد بها. علاش ما رفعتوش قضيه بالشيء هذايا مثلا؟ والله التهديد هذايا البارح بدا، قاعد عندي حتى تليفونات. البارح بركه بدا الشيء البارح بعد خاطر احنا البارح عملنا احنا البارح عملنا ندوه صحفيه. شوف سي حبيب، هات نكونوا منهجيين ونفهموا يفضلك باهي. انتم قمتوا بندوه صحفيه. الندوه الصحفيه هذه نددتوا فيها مثلا باتلاف الارشيف، نددتوا فيها بالفساد المالي والاداري، اذا كان نشخصوا اليوم، انت اليوم مثلا البارح انا سالت السيد مقدم عماد الدريدي لهنا كان في بلاصتك نفس المكان، يقول هو لا، يقول احنا الفساد ماهوش موجود، يقول هذا كلام سعيد امبارح، يقول حتى كان فما التجاوزات هذه توا تم يمكن العمل على تجاوزها ولا غيره. انت اليوم شنو هو تشخيصك للوضع ساعه سي حبيب من منطلق النقابه الاساسيه لثلاث اعوان السجون والاصلاح، وبصفتك انت لاهي بملف الفساد، ما هو تشخيصك الساعه؟ احنا منذ تكوين النقابه ومنذ 10 جويل مع السيد المدير العام هذا اللي جانا من اواخر شهر جوان واللي ولا قديم ما عادش جديد، حاولنا نطرحوا معاه تغيير منظومات العمل. احنا ما طلبناش بروس عباد، طالبنا تغيير منظومات العمل. الفساد لانه طال جميع منظومات العمل، وعندنا المنظومه الامنيه هي اللي طغات وهي اللي افسدت جميع المنظومات. واضح. الماليه والاداريه والاجتماعيه والجزائيه. انا اذا كان عماد الدريدي يقول لي راهو نغيروا منظومه العمل الجزائي، يدينا قاعد يقول في حد شيء. لان الشؤون الجزائيه هي في الاخر مربوط تخلي اليوم خرج غدوه بعد غدوه. فما ملفات اهم من هذا. مثلا البوليس السياسي اللي قاعد ينشط في صلب الاداره العامه، بالنسبه لك انت مازال ينشط الى حتى الان. ينشط ويتمتع بجميع الدعم من المدير العام الحالي. مثال ذلك فما مثال ثم منحه ذي فريق بوليس تعطاه، كانت تعطاه لجلادة بن علي واللي نفذوا له في الواحد. وهنا نحب نوضح هو انهم كعبات من ضباط اللي كانوا يسموا رواحهم ضباط 7 نوفمبر واللي معروفين بالاسم، واللي يقول لي تعذيب على اجساد الضحايا نتاعهم موجود الى يومنا هذا، والضحايا نتاعهم جاونا وقدمونا حتى ملفات ويحبوا يشكيوا بهم وباش يشكيوا بهم، واذا كان هم يحبوا يتخفاوا توا ويخبيوا رواحهم راه مش ممكن.